مساء الخير والفل على كل مستمعينا مستمعي راديو مصر على الهوا صوت شباب مصر. معاكم انا شادي الخولي في برنامجكم اي جي بلس. وزي هنتكلم عن وجع الكلمة. عمرك بعت رسالة لحد وما ردش، او كلمت حد وكان رده مش كفاية بالنسبة لك، او مديرك قالك محتاجين نراجع الشغل ده تاني؟ في اللحظة دي بيحصل لخبطة عندك، بتبدأ تعمل سيناريو كامل في دماغك. هو زعلان مني؟ أنا عملت حاجة غلط؟ هو ما بقاش يحبني؟ هو أنا كده فشلت؟ مع إن الحقيقة أحيانا بتكون أبسط من كده بكتير. يمكن الشخص مشغول، يمكن عنده ظروف، يمكن أصلا ما خدش باله، لكن إحنا من غير ما نحس بنضيف للموقف تفاصيل من عندنا، وبنبدأ نتألم من تفسيرنا للموقف أكتر من الموقف نفسه. عارفين المشكلة فين؟ إن مش كل إحساس حقيقي يبقى تفسيره حقيقي. أيوة، ممكن تكون متضايق فعلا وموجوع فعلا، لكن ده مش معناه إن كل الأفكار اللي جت في دماغك صحيحة. وعلى فكرة، في ناس بتعاني من حاجة اسمها حساسية الرفض المفرطة، اللي هي Rejection Sensitive Dysphoria، وبيختصر بالRSD. وده معناه إن بعض الناس بيكونوا شديدي الحساسية تجاه الرفض أو النقد أو حتى الإحساس إن حد متضايق منهم. ممكن كلمة بسيطة جدا تفضل شغلاهم يوم كامل، وممكن موقف عادي جدا يحسسهم إنهم مرفوضين أو محدش بيقدرهم، رغم إن الواقع أحيانا بيكون مختلف تماما. لكن مهم تعرف إن ال RSD بيتقال غالبا لوصف نمط الحساسية الشديدة تجاه الرفض أو النقد، وتلاقيه بيتذكر كتير عند الناس اللي عندهم صعوبات في الانتباه أو التنظيم العاطفي. إيه ده؟ أنا بقول كلام كبير صح؟ هفهمك. يعني الشخص بيتأثر بشكل كبير جدا من أي نقد أو رفض أو حتى إحساس إنه مش متقدر. ممكن كلمة عادية جدا تفضل شغلاه يوم كامل زي ما قلتلك، وممكن ملاحظة بسيطة يسمعها كأنها هجوم عليه، وممكن تأخير في الرد يخليه يحس إنه اترفض أو الناس ما بقتش بتحبه. والمهم هنا بقى إن الألم اللي بيحس بيه بيكون حقيقي فعلا، حتى لو الموقف نفسه ما كانش بالحجم اللي هو متخيله. علشان كده ساعات تلاقي شخص يفضل فاكر كلمة اتقالت له من شهور وانت أصلا ناسي إنك قلتها، وده يخلينا نفتكر إن الكلمة ليها وزن، وإن مش كل الناس بتستقبل الكلام بنفس الطريقة. علشان كده قبل ما تحكم على أي موقف اسأل نفسك: هو أنا عندي دليل؟ ولا دي مجرد افتراضات؟ هو الشخص ده رافضني فعلا؟ ولا أنا اللي فسرت تصرفه بالطريقة دي؟ الحقيقة إن حياتنا فيها ضغوط كتير كفاية، فبلاش نزود عليها ضغوط من خيالنا، وبلاش ندي أي كلمة أو أي موقف أكبر من حجمه. ولو حد انتقدك افتكر إن النقد مش معناه إنك فاشل، ولو حد اختلف معاك ده مش معناه إنه بيكرهك، ولو حد اتأخر في الرد ده مش معناه إنك بقيت شخص مش مهم. قيمتك أكبر من رأي أي حد، وأكبر من موقف عابر، وأكبر من كلمة اتقالت في لحظة. فلو في موقف مضايقك دلوقتي حاول تبصله بهدوء، يمكن تكتشف إن اللي كان مكبره هو التفكير مش الموقف نفسه. طيب، نعمل إيه بقى؟ أول حاجة، ما تصدقش أول فكرة تيجي في دماغك. مش كل مرة حد يتأخر في الرد يبقى زعلان منك، ومش كل نقد معناه إنك فشلت. اسأل نفسك: عندي دليل على اللي أنا حاسه ده؟ ولا دي مجرد توقعات؟ تاني حاجة، خد وقتك، ما تستعجلش. لو موقف ضايقك أو حسسك بالرفض ما تاخدش قرار وانت متوتر. استنى شوية، نام عليه لو ينفع. هتلاقي إن حجم المشكلة في اليوم التاني أصغر بكتير. تالت حاجة، افصل بين الحقيقة والتفسير. الحقيقة إن المدير طلب مراجعة الشغل، عادي. أما التفسير فهو أنا فاشل، وده مش عادي، لأن الاتنين مش نفس الحاجة. رابع حاجة، افتكر إن الناس المشغولة بحياتها أكتر ما هي مشغولة بيك. إحنا ساعات بنتخيل إن كل تصرف من الناس موجه لينا، لكن الحقيقة إن كل واحد عنده خناقاته ومشاكله وضغوطه وظروفه. خامس حاجة، احتفظ بالحاجات الحلوة. كلمة شكر سمعتها، نجاح حققته، موقف كويس عملته، لأن وقت الإحباط
بننسى كل ده وبنفتكر الحاجة الوحشة بس. بص، عامل نفسك بنفس الرحمة اللي بتعامل بيها الناس. انت لو صاحبك جه يحكي لك نفس الموقف، مش هتقول له انه فاشل او مكروه او ملوش لازمة، فبلاش تقول لنفسك الكلام ده. عايز الخلاصة؟ احسن طريقة تتعامل بيها مع الحساسية المفرطة دي هي الوعي الذهني. يعني ايه؟ يعني اتحدى نفسك. ايوه، اتحدى نفسك انك تشكك في قناعتك اللي بتقول ان الناس رافضاك. هتلاقي مع الوقت الوعي الذهني ده بيتحول لعادة. افتكر دايما ان مش كل كلمة اتقالت تقصدك، ومش كل رفض يقلل منك، ومش كل نقد يهدمك. واحيانا اكبر عدو لراحة الانسان مش كلام الناس، لكن التفسيرات اللي بيعملها هو لكلام الناس. وبكده تكون خلصت فقرتنا النهارده. انبسطت اني كنت معاكم، انا شادي الخولي في برنامجكم اي جي بلس على راديو مصر على الهوا، صوت شباب مصر. ودلوقتي نطلع فاصل ونسمع اغنية ضعفي لشيرين ونرجع لكم تاني. مع السلامة. ضعفي بيصعب عليا